السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا جوج أخبار مهمين بزاف، وكل خبر فيهم كيتعلق بصورة المغرب في العالم، ولكن من زاويتين مختلفتين تماما. الخبر الأول على أشرف حكيمي اللي خرج أخيرا على الصمت ديالو من بعد الإقصاء المؤلم ديال المنتخب المغربي من كأس العالم 2026. أما الخبر الثاني فهو أخطر وأكثر إثارة. رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خرج بتصريحات قوية بسبب الصراع بين المغرب وإسبانيا على شكون غادي يحتضن نهائي كأس العالم 2030. واش المغرب فعلا قرب يخطف النهائي من ملعب سانتياغو برنابيو؟ وعلاش المسؤول الإسباني بان منزعج لهذه الدرجة من الأخبار اللي كتهضر على ملعب الحسن الثاني؟ خليكم معنا حتى الآخر الفيديو حيث غادي نفهموا شنو واقع بالضبط، واش هاد التصريحات مجرد ضغط إعلامي ولا دليل على أن الملف المغربي ولا فعلا كيخوف الإسبان. ولكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتركوا في القناة، وكتبوا لنا من دابا في التعليقات فين كتفضلوا يتلعب نهائي مونديال 2030، في كازا ولا في مدريد. نبداو بأشرف حكيمي. من بعد الإقصاء ديال المنتخب المغربي أمام فرنسا ب2-0 في ربع نهائي كأس العالم 2026 ساد نوع من الصمت وسط اللاعبين، خصوصا أن الجمهور المغربي كان كيحلم يشوف الأسود كيكملوا المشوار وربما يعودوا أو يتجاوزوا الإنجاز التاريخي ديال مونديال قطر 2022. الإقصاء كان مؤلم ماشي غير بسبب النتيجة، ولكن حتى بسبب الانتظارات الكبيرة اللي كانت عند المغاربة. الجمهور كان كيحس أن المنتخب عنده الإمكانيات باش يمشي بعيد، وأن التجربة اللي اكتسبها اللاعبون خلال السنوات الأخيرة خاصها تظهر في المواعيد الكبيرة. وسط هذه الأجواء خرج قائد المنتخب أشرف حكيمي برسالة قصيرة، ولكن المعاني ديالها كانت كبيرة. حكيمي نشر جوج صور، الصورة الأولى ديالو من بعد مباراة فرنسا، والصورة الثانية جماعية رفقة لاعبي المنتخب المغربي، وكتب رسالة قال فيها بأن الأمم العظيمة ما كتقاسش بهزيمة وحدة، ولكن كتقاس بكل ما كتبنيه عبر التاريخ. وزاد أكد أن المغرب مستمر في كتابة التاريخ ديالو، وأن الأفضل مازال ما جا. هذه الرسالة في الحقيقة ما كانتش غير محاولة باش يواسي الجمهور، كانت كذلك رسالة للاعبين والناس اللي بداو كيطالبوا بتغييرات كبيرة مباشرة من بعد الإقصاء. حكيمي كيبغي يقول بأن المشروع ديال المنتخب المغربي ما خصوش يتحكم عليه غير من خلال مباراة واحدة، حتى إلا كانت مباراة حاسمة في المونديال. ويمكن هنا نتفقوا معاه في واحد الحاجة مهمة، المنتخب المغربي في سنوات قليلة قدر يفرض راسه كمنتخب محترم عالميا، ووصل في مونديال 2022 للمركز الرابع في واحد الإنجاز كان هو الأول من نوعه بالنسبة للكرة العربية والإفريقية. ولكن في المقابل الرسائل التحفيزية بوحدها ما كافياش. الجمهور المغربي اليوم ما بقاش كيكتفي بالمشاركة المشرفة، وما بقاش الوصول لربع النهائي كيبان ليه إنجاز مستحيل. السقف ارتفع والطموح كبر، وبالتالي من طبيعي أن الجمهور يطالب بمحاسبة تقنية هادئة ومعرفة الأخطاء اللي وقعت، سواء في الاختيارات أو في التحضير أو في طريقة التعامل مع مباراة فرنسا. خاصنا نفرقوا بين جوج حوايج، الانتقاد المشروع والهدم الكامل. ممكن ننتقدوا الأداء والاختيارات ونطالبوا بتصحيح الأخطاء، ولكن بلا ما نساو أن المنتخب المغربي بنى واحد الصورة قوية في العالم، وأن الاستمرارية كتحتاج تقييم وعمل، ماشي قرارات عاطفية كتخذ مباشرة بعد الهزيمة. ورسالة حكيمي كتبان أنها جاية في هذا الاتجاه. الخسارة مؤلمة، ولكن القصة ما سالتش. ودابا نمشيو للموضوع الثاني اللي ممكن نقولوا عليه بأنه بدا كصراع رياضي، ولكن كيتحول تدريجيا لصراع سياسي وإعلامي واقتصادي كبير. احنا كنعرفوا أن المغرب وإسبانيا والبرتغال غادي ينظموا بشكل مشترك كأس العالم 2030 مع إقامة 3 مباريات احتفالية في الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي بمناسبة مرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم. تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال للبطولة تعين رسميا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن الملعب اللي غادي يحتضن النهائي مازال ما تحسمش رسميا، وهنا بدا الصراع الحقيقي. إسبانيا كتشوف أن ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد خصو يكون هو ملعب النهائي. المغرب من جهته كيعول على ملعب الحسن الثاني الكبير المرتقب في الدار البيضاء، واللي كيتقدم كواحد من أكبر وأحدث الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030. ومع تزايد الأخبار اللي كتقول بأن حظوظ المغرب في استضافة النهائي ولات قوية، خرج رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتصريحات غاضبة نسبيا. لوزان عبر على الانزعاج ديالو من التشكيك في الدور الإسباني، وأكد أن إسبانيا هي اللي كتقود تنظيم مونديال المئوية، وأن كثرة الحديث على الصراع حول النهائي ممكن تضر بالملف المشترك. دابا السؤال اللي كيطرح راسه، علاش رئيس الاتحاد الإسباني منزعج لهذه الدرجة؟ إذا كانت إسبانيا ضامنة النهائي بشكل رسمي، علاش كل هذا التوتر؟
وعلاش مجرد الحديث على ارتفاع حظوظ المغرب خلاه يخرج ويكرر أكثر من مرة أن إسبانيا هي اللي كتقود المونديال. بالنسبة لي هاد التصريحات كتأكد واحد الحاجة، المنافسة حقيقية والقرار مازال ما تحسمش. طبعا ما خصناش نقولوا بأن المغرب ربح الصراع، لأن الفيفا مازال ما اعلنتش رسميا حتى الآن على الملعب اللي غادي يستضيف النهائي، ولكن في المقابل ما يمكنش نقولوا بأن البرنابيو هو الاختيار المحسوم كيف ما كتحاول بعض الجهات الإسبانية توحي بذلك. المثير في الموضوع هو أن رئيس الاتحاد الإسباني اعتبر أن الحديث على حظوظ المغرب ماشي مفيد للملف المشترك، ولكن هنا يمكن لأي واحد يتساءل، واش المطالبة باستضافة النهائي كتضعف الملف؟ ولا المنافسة بين الملاعب المرشحة أمر طبيعي في بطولة كينظموها 3 دول؟ المغرب شريك رسمي في التنظيم، ماشي مجرد دولة مساعدة، والمغرب عنده الحق يقدم الملاعب ديالو والبنية التحتية ديالو والتصور ديالو لتنظيم النهائي. وفي الأخير الفيفا هي اللي خاصها تختار الملف اللي كيوفر أفضل الظروف الرياضية والتنظيمية والتجارية. حتى فكرة أن إسبانيا هي اللي كتقود التنظيم فهي موقف كيكرروا رئيس الاتحاد الإسباني وسبق ليه إعلان عليه رسميا من قبل، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بالضرورة أن جميع القرارات الكبرى محسومة لصالح إسبانيا. الاتحاد الدولي كيتعامل رسميا مع المغرب والبرتغال وإسبانيا كدول مضيفة بشكل مشترك. وخلينا نكونوا واضحين، استضافة النهائي ماشي غير 90 دقيقة ديال كرة القدم، النهائي كيعني ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم وتغطية إعلامية ضخمة وحضور شخصيات عالمية ومداخيل سياحية وتجارية كبيرة، إضافة إلى صورة تاريخية غادي تبقى مرتبطة بالمدينة والدولة لعشرات السنين. لهذا إسبانيا متمسكة بالبرنابيو، ولهذا المغرب عنده طموح كبير يشوف النهائي كيتلعب في كازا. وممكن حتى التصريحات القوية ديال المسؤول الإسباني تكون جزءا من الضغط الإعلامي باش يرسخ في الرأي العام بأن إسبانيا هي صاحبة الأولوية قبل ما توصل الفيفا للقرار النهائي. ولكن المغرب إلا بغى يقوي حظوظه فعلا خاصو يجاوب في الملعب، والمقصود هنا ماشي داخل أرضية الملعب، ولكن بسرعة الأشغال وجودة التنظيم والنقل والفنادق والمطارات والأمن وتجربة الجماهير. لأن الفيفا في النهاية غادي تشوف شكون قادر ينظم أكبر مباراة في كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، ماشي غير شكون خرج بأقوى تصريح في وسائل الإعلام. واللي كيزيد يعطي هذا الصراع طابع خاص هو أن المغرب ما بقاش كيتشاف دوليا بنفس النظرة القديمة. الإنجاز الرياضي ديال 2022 والحضور الجماهيري المغربي القوي والاستثمارات في البنية التحتية كلها عوامل خلت اسم المغرب حاضر بقوة في النقاشات المرتبطة بمونديال 2030. وحتى رئيس الفيفا سبق ليه أشاد بالجمهور المغربي وبالاستقبال اللي كيلقاه الزوار في المغرب. لهذا يمكن نقولوا أن الخبرين اللي تكلمنا عليهم اليوم كيجمعهم موضوع واحد، المغرب من بعد الصدمة خصو يكمل البناء. أشرف حكيمي كيقول بأن الهزيمة ما كتحددش قيمة أمة كاملة، وبأن الأفضل مازال ما جا. وفي نفس الوقت الصراع على نهائي مونديال 2030 كيبين أن المغرب ولا كينافس دول كبيرة على استضافة أهم الأحداث الرياضية في العالم، ولكن الطموح بوحده ما كافيش، خاص الاستفادة من أخطاء مونديال 2026 وخاص الاستعداد بقوة المونديال 2030 سواء على المستوى الرياضي أو التنظيمي. ودابا أعطيونا الرأي ديالكم بكل صراحة، واش رسالة أشرف حكيمي كافية باش ترجع الثقة للجمهور المغربي، ولا المنتخب محتاج تغييرات حقيقية قبل أي كلام على المستقبل؟ وثانيا واش كتشوفوا أن المغرب قادر فعلا يحتضن نهائي كأس العالم 2030 في ملعب الحسن الثاني، ولا البرنابيو مازال هو المرشح الأقوى؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على المنتخب المغربي وكأس العالم 2030. نتلاقوا في فيديو جديد والسلام عليكم.